مشاهدينا الآن العاصمة الجزائرية، حيث جرى حفل افتتاح بطولة أفريقيا للمحليين الجزائر 2022. تابعنا قبل قليل هذا الحفل الذي أقيم في ملعب نيلسون مانديلا، أحدث ملاعب هذه البطولة، هذا الملعب الجميل الذي يتسع ل 40,000 متفرج، حيث أقيمت مراسم حفل الافتتاح لانطلاق هذه النسخة السابعة من بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في الجزائر، بحضور جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي، بمشاركة 18 منتخبا لأول مرة في تاريخ هذه البطولة، حيث تحتضن الجزائر هذه المنافسة وثاني بطولة كبرى تقريبا بعد ألعاب البحر الأبيض المتوسط، حيث جرى تقسيم منتخبات هذه البطولة إلى 5 مجموعات. المجموعة الأولى والثانية والثالثة تضم 4 منتخبات، بينما المجموعتان الرابعة والخامسة تضم 3 منتخبات، بانتظار طبعا بدء المباراة الافتتاحية التي سوف تجمع المنتخب الجزائري صاحب الأرض والضيافة بالمنتخب الليبي في هذا الملعب، الذي كما نتابع حضور جماهيري كان كبيرا لفعاليات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين، التي من المنتظر أن تفرز لنا لاعبين من قارة إفريقيا على مستوى عالي جدا، لاعبين محليين من دون لاعبين محترفين بكل تأكيد. 4 ملاعب ستقام عليها هذه البطولة: ملعب نيلسون مانديلا الذي به حفل الافتتاح، بالإضافة إلى ملعب الشهيد حملاوي في قسنطينة في شرق الجزائر، بالإضافة إلى ملعب الأولمبي في وهران ميلود هذفي بغرب الجزائر، وملعب 19 من ماي في عنابة. إذن كانت هذه المشاهد من حفل الافتتاح لهذه البطولة.